أزمة جديدة بيتعرض ليها الداعية عبد الله رشدي، وده بعد تصريحات البلوجر أمنية حجازي اللي قالت إن هي جوزته رسمي يوم 30 مايو 2024، وإن الجواز كان شرعي وقانوني ومعروف بين العيلتين لكن من غير ما يعلنوه للناس. أمنية قالت إن هي ما كانتش عايزة حياتها على السوشيال ميديا، وإن هي دلوقتي في مرحلة تعافي بعد تجربة صعبة، وقالت إن أي تجربة صعبة بتسيب أثر وهي مش عايزة تظلم نفسها ولا بنتها، وقالت إن هي تعرضت لهجوم على السوشيال ميديا وعملت محضر بسبب الإساءة، واتطلب منها إن هي تتنازل عن المحضر بس هي رفضت. أمنية قالت إن اللي حصل أثر عليها نفسيا ودينيا، وقالت انا انبهرت بيك يا شيخ لاني كنت لسه بادئه في طريق الالتزام، ما كملتش سنه ونص وكنت خايفه اخد شاب يخليني انتكس. تزوجت شيخ كان هيخرجني من المله لولا ان الثبات من الله. ومن ناحيه تانية رد عبد الله رشدي على الكلام ده ببوست على الفيسبوك، وكتب فيه اقتباس: تزوجت لاصون ديني فذهب ديني، وقال فيه كلام كان بيقوله لزوجته الراحله هاجر مش عن امنيه. وفي بوست تاني طلب من الناس ان هم يوقفوا الهجوم على امنيه، وقال ان كل الناس بتغلط وان الهجوم مش حل. لحد دلوقتي القضيه لسه بتتصاعد على السوشيال ميديا، والمتابعين مستنيين ردود وتفاصيل اكتر من الطرفين.